السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالعادة يا سادة، وربنا ما يقطع لنا عادة يا رب، كابتن عبد الواحد السيد بيشتبك مع واحد من الجمهور. أنا آسف ما عرفتش أحط لكم الفيديو، بس عشان في ألفاظ خارجة، وأنا بنفسي إن حد من اللي بيشوفوني أهل بيته يسمعوا الألفاظ اللي اتقالت والحاجات اللي اتقالت دي. بس أنا أعتقد إن 3/4 الناس شافت الموقف وسمعت الشتايم المتبادلة. ويعني انت كابتن عبد الواحد السيد المفروض يعني مهما قال لك المشجع، لو كان قال لك كلمه وقال لك هات لي حق يا كابتن وانت سبته ومشيت، الموضوع خلص. انت كان خلاص، كان ما بينك وما بين الممر متر واحد، وقال لك هات لنا حقنا من اللي معاك يا كابتن. خلاص انت في سكتك، امشي وما تردش. لما يقول كلمته وما ردش عليا، احسن بكتير من اللي حصل واللي الناس شافته وسمعته. كمية الشتايم والتهزيء، ماشي انت ما شتمتش كتير، احنا ما سمعناش غير كلمة انت راجل مهزأ بس. وان اللي من الجمهور ده الحق لازم يتقال. الراجل اللي كان بيتكلم معاه ويشد معاه لما سمع كلمة مهزأ، يعني قال شتايم اوحش شوية، اوحش كتير، قال الفاظ بذيئة. يعني ده العادي، احنا مش مستغربين. اللي انا مستغربه موقف كابتن عبد الواحد السيد، لان ما اتعودتش من كابتن عبد الواحد السيد على كده. ماشي، هو كان شد في الامارات وعمل مشكله في الامارات وبتاع، بس انا واحد من الناس عشان اقول كلمه الحق، انا ما سمعتش على لسان كابتن عبد الواحد السيد قبل كده الفاظ مش كويسه. انا سمعت من كابتن خالد الغندور، ومصر كلها سمعت لما كان جنب الميكروفون واستغفر الله العظيم يا رب، سب دين الله، استغفر الله العظيم، ماتش الاهلي والزمالك. انما كابتن عبد الواحد السيد ما سمعتلوش الفاظ سيئه قبل كده. ماشي، ممكن يكون لكل، على فكره يا جماعه، عشان بس ما حدش يهاجمني يقول ده هم متعودين على كده وبتاع. لا، كابتن عبد الواحد السيد انا اعتقد واظن كده، يعني اتوسم فيه خير، ان هو راجل طول عمرنا ما سمعناش منه حاجه وحشه. اذا كان حصل حاجه في الامارات، كل بني ادم فينا ممكن يخرج عن شعوره في اي وقت، ده شيء عادي وشيء طبيعي. كل بني ادم فينا ممكن يخرج عن شعوره ويحس بالمسؤوليه على اللعيبه المسؤوله منه، فيضطر يطلع، ممكن يطلع منه اسوأ ما فيه في موقف. انما هل هو متعود على كده؟ هل هي دي اخلاقه في العموم؟ لا.